يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، نقف اليوم للحديث عن موقف عظيم ومشهد مهول وقعه على النفس أليم، فلا حيد عنه ولا مفر منه. إنه يوم العرض على الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم يتجرد العبد من كل ما يملك ويقف مذعنا مخبتا منكسرا بين يدي العزيز الملك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تعرض فيه الخلائق جميعا، فلا حسب يغني ولا نسب يرفع ولا سلطان ينفع. يتساوى الملوك والرعايا والأغنياء والفقراء والصعاليك والعظماء، كل منهم يسأل الله تبارك وتعالى النجاة لنفسه في ذلك اليوم. نفسي نفسي، يصف الله تبارك وتعالى ذلك اليوم فيقول في كتابه جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فذاك السعيد المفلح، يقول مسرورا فرحا: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل اليمين. وأما من أوتي كتابه بشماله فذاك والله النادم الخاسر الشقي، يقول نادما متحسرا: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. هذا اليوم العصيب الذي لا مفر منه سيمر عليه كل أحد، يصفه الله تبارك وتعالى فيقول: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الإحسان. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. إنه يوم الحساب، يوم
يعرض فيه الناس على الجبار رب الأرباب الذي لا يظلم أحدا، وحاشاه أن يظلم، وهو الذي حرم الظلم على نفسه، ولا يظلم ربك أحدا. روى عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فيوصي النبي هو بأبي وأمي وصية فيقول: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. يوم عصيب تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، ويوضع فيه الميزان وتوزن فيه الأعمال، لا ملك ولا مال ولا سلطان ولا جاه، ما يقيمك هنالك عملك الذي عملت في هذه الدنيا، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر، نعوذ بالله من الخذلان. يصف صلى الله عليه وسلم شدة ذلك اليوم فيقول فيما ترويه عائشة رضي الله عنها: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، لا فرق بين ملكهم في الدنيا وفقيرهم، لا فرق بين أدناهم وأعلاهم، كلهم يحشرون حفاة عراة ليس معهم إلا أعمالهم. فتتعجب عائشة من ذلك فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو الذي عرف قدر شدة ذلك الموقف: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر شديد أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فهل أعددنا لذلك اليوم؟ هل ترضى عن عملك إذا عرض يوم القيامة أمام ربك تبارك وتعالى وسألك عنه واحدة واحدة؟ هل يرضى عنه الله تبارك وتعالى؟ هل سأل كل واحد منا نفسه؟ هل أدى حق الله تبارك وتعالى فيما أمره، فيما استرعاه، في رعيته؟ هل صلى كما أمره الله تبارك وتعالى؟ هل أدى زكاة ماله على الوجه الذي يرضي ربه تبارك وتعالى؟ هل تلك الأعمال التي عملها خالصة لوجه الله؟ وقد يشوبها شائبة صغيرة فتحبط تلك الأعمال، فيجيء من يغتر بعمله يوم القيامة وقد أكثر من الصالحات، فيقول له الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، عملوا أعمالا كثيرة ولكن الله أحبطها بذنب من ذنوبهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعوذ بالله من الرياء والخذلان والنفاق. أيها الأحبة، ذلك الموقف العظيم يحتاج منا أن يراجع كل منا نفسه ويعرض أعماله على نفسه، ما كان منها يحتاج توبة فليتب وليأب إلى الله تبارك وتعالى، ما كان منها يحتاج تكثيرا وزيادة ليسارع في تلك الزيادة وليتق الله تبارك وتعالى، فإنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولا تغتر بعملك، إياك أن تغتر بعملك. يقول عبد الله بن عمر، ومن عبد الله بن عمر؟ ذلك الصحابي الجليل، يقول لابنه لما قال له عندما أنفق: تقبل الله منك يا أبتي، فقال: يا بني لو أعلم أن الله تبارك وتعالى تقبل مني سجدة واحدة. الذي يقول عبد الله بن عمر:
الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول: لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة لما كان غائب أحب إلي من الموت. وأحدنا يؤدي ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه فيغتر بذلك ويدعي الصلاح. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن ييسر حسابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أمر عباده أن يكونوا بالولاء أذلة على أهل الإيمان والهدى، أعزة بالإسلام على أهل الكفر والردى. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما أكرمه عبدا وسيدا وما أعذبه مشربا وموردا. نحب أهل محبته وندفع عنهم العدا ونبغض أهل بغضه نقرعهم بالسيف والقنا. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الصباح والمساء. أيها السادة الكرام، مدار حديثنا اليوم عن الآية الكريمة التي أسلفنا ذكرها، التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والصحابة كانوا يوصون: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، أعرها سمعك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر. فماذا جهزنا لذلك اليوم؟ ماذا أعددنا لذلك اليوم الذي سنسأل فيه عن أدق الأعمال، عن ما اجترأت به الألسن وما ارتكبته الجوارح؟ ستسأل فيه عن قدمك التي مشيت بها إلى الحرام، وعن بصرك الذي أطلقته في الحرام، وعن سمعك الذي أطلقته في سماع الحرام. فإياك أن تأتي بذلك اليوم فتعرض أعمالك ويكون حالك وخجلتاه: يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة هناك، الحياة هناك. وأما هذه الحياة حياة مؤقتة، حياة مؤقتة، حياة ممر. فإياك أن تأتي يوم القيامة لتقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يوم لا ينفع الندم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى، أو إن العبد الذي يحاسب نفسه لله تبارك وتعالى يخف عنه من الحساب يوم القيامة إذا حاسب نفسه في الدنيا. فحاسب نفسك وراجع نفسك وانتقي أعمالك، جهزها ليوم القيامة يوم يوضع الميزان ولا ينفعك أحد أبدا إلا عملك الذي عملت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الترمذي: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالعاجز من أتبع النفس الهوى وتمنى على الله الأماني. فيا أيها الأحبة، أعدوا لذلك اليوم العدة، أعدوا ليوم نلقى الله تبارك وتعالى فيه أفرادا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أعدوا لذلك اليوم شيئا يرضى الله تبارك وتعالى عنه، فتكون من السعداء وتقول: هاؤم اقرأوا كتابيه
فتكون في جنة عرضها السماوات والأرض. فهناك إما إلى الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار الجحيم والعياذ بالله. وإياك أن تنشغل في هذه الدنيا، فهذه الدنيا دار ممر ليست للإعمار، إنما هي دار ممر ودار زراعة، والحصاد في الدار الآخرة. يا من بدنياه استغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة. هل تجهزت؟ قد يأتيك الموت في دقيقة بعد دقيقتك. هل تجهزت للموت؟ هل أعددت للموت؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر حسابنا، وأن يجعلنا ممن يعبرون الصراط كلمح البصر، وأن يرضى عنا ويدخلنا جنته، ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة.